خش برجالتك يا فرج. الفنان محمود القلعاوي أبوه فنان كبير، أهان الأم على المسرح، وممثلة شهيرة كادت أن تتبول على نفسها بسببه، ومات وحيد وتخلى عنه الوسط الفني كله. الفنان محمود القلعاوي اسمه محمود عبد الحليم القلعاوي، مواليد 12 نوفمبر 1939 في الإسكندرية، والوفاة 18 ديسمبر 2018 عن عمر 79 سنة. هو ابن الفنان الكبير عبد الحميد القلعاوي. أبوه كان نجم من نجوم المسرح، مسرح رمسيس، واشتغل مع نجيب الريحاني واسماعيل ياسين، واخته الفنانة احسان القلعاوي اللي اكبر منه ب7 سنوات. من صغره كان متربي على المسرح، كان بيقوم بتقليد الفنانين. بعد الثانوية العامة أبوه رفض دخوله معهد الفنون المسرحية، وقال له ادرس الأول في كليتك وخد شهادتك وبعدين مارس هوايتك. فعل الفنان محمود القلعاوي دخل كلية الحقوق، وكان متفوق جدا، وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1964. وكان في الوقت ده والده توفى، وبعد وفاة والده شال محمود القلعاوي مسؤولية البيت، راح يشتغل موظف شؤون قانونية في وزارة من الوزارات، وفضل يروح كل يوم الشغل، وحب انه يستقيل، لكن اهله رفضوا، قالوا له الفن غدار، شفت غدر بابوك ازاي؟ راح قدم في التلفزيون في هيئة المسرح واشتغل موظف، وخدته المخرجة أنعام محمد علي في مسلسل سيداتي أنساتي سنة 1969 بطولة الفنان أشرف عبد الغفور والفنانة رجاء حسين وجورج سيدوم. المسلسل ده كان فيه أخته الفنانة إحسان القلعاوي، واتعين في المسرح وبقى موظف، وهو معروف طبعا لأنه والده فنان وأخته الكبيرة فنانة، فحبوا يشتغل في المسرح. واشتغل في مسرحية سكان السطوح والمشخصاتية، وأول فيلم عمله لعنة امرأة سنة 1973 مع الفنان الكبير وحش الشاشة فريد شوقي وناهد شريف ومحمود المليجي وجلال عيسى وعزيزة راشد ووحيد سيف وإحسان شريف. وعمل مسرحية الدنيا البيانولا والقضبان ومسرحية علي بيه مظهر وسليمان الحلبي وإيه يا زمن وفتاة تبحث عن الحب وشيلني وشيلك. رصيده الفني 129 عمل فني. آخر فيلم سينمائي له هو علي سبايسي مع المطرب الشعبي حكيم وسمية الخشاب وصلاح عبد الله وسعاد نصر، وقعد في البيت ومحدش سأل عليه خالص، واضطر إن هو يقبل أدوار الكومبارس، وكان حزين جدا بعد مسيرة فنية ناجحة إنه يعمل أدوار الكومبارس، وكانت أماكن التصوير بعيدة جدا، وكان بيضطر محمود القلعاوي إنه يسافر ويروح يعمل حتى ولو مشهد بسيط ما يتناسبش مع تاريخه الفني، وبعد كده فضل إن هو يقعد في بيته. وجاب الممثل الراحل الجميل سمير غانم في مسلسل هايم عبد الدايم ومسلسل تعيش وتاخد غيرها ومسرحية كان ناس وناس في 2013. كل الأدوار دي دور الكومبارس، وهو ما كانش محتاج فلوس، بس بيشتغل لإشباع رغبته وحبه للفن والتمثيل، وتعود كمان إن هو ينزل للشغل، وتعود على حب التمثيل لأنه متربي على خشبة المسرح. الفنان محمد صبحي الوحيد اللي كان بيسأل عليه، وكان بيسأل عليه كمان الفنان صلاح عبد الله والفنان أحمد آدم. اشتغل مع محمد صبحي في مسرحية الجوكر، وكانت البطولة الأولى لمجد الخطيب، وبعدين جابوا مكانها الفنانة الجميلة هناء الشرباجي. كان مشهد في المسرحية بس الرقابة اعترضت على هذا المشهد وحذفته. لما اتعرض في التلفزيون كان الفنان محمد صبحي بيقول له أمك غسالة، وهو يرد ويقول له ست الحبابي يتقال عليها كده غسالة. لقت الرقابة إن في هذا الكلام إهانة للأم. ماجدة الخطيب كانت بتعمل دور وفاء قبل ما تيجي هناء الشربجي في مسرحية الجوكر. فجاءت أثناء العرض المسرحي إن ماجدة الخطيب تركت العرض المسرحي وخشبت المسرح وجريت. وبعد انتهاء الفصل الأول قال لها إزاي تسيبي المشهد والمسرح وتجري كده؟ قالت له ما كنتش قادرة، كان لازم أدخل الحمام. وأول ما دخلت الحمام كان واقف هو على المسرح هو ومحمد صبحي، استمروا في ديالوج وخرجوا عن النص حتى يكملوا المسرحية. وقتها ردت عليه ماجدة الخطيب وقالت له أنا ما كنتش دخلت الحمام، أنا كنت عملتها على نفسي من الضحك. وبدأت نوبة ضحك متبادلة بينه وبينها. اتعرف الفنان محمود القلعاوي على الفنان محمد صبحي في مسلسل علي بيه مظهر سنة 1976، وكان بيعمل معاه سامي فهمي، وكان في خلاف بين محمد صبحي وسامي فهمي اللي خلى سامي فهمي يبعد أو يسيب مسرحية علي بيه مظهر. وأنعام سلوسة
قالت لمحمد صبحي: فاكر الواد اللي كان بيجي مع سامي فهمي، ممثل قوي جدا وعبقري؟ أياميها كان محمود القلعاوي بيصور مسلسل في دبي، ولما أنعام سلوسة قالت لمحمد صبحي الكلام ده قال لها: طب هاتيه، اتصلي بيه. اتصلت بيه أنعام سلوسة، قال لها: ده أنا في دبي، هخلص المسلسل بتاعي واجي على طول. وفعلا اتقابل مع محمد صبحي، وحصلت بينه وبين محمد صبحي صداقة كبيرة جدا، وعملوا مع بعض مسرحية الجوكر وسنبل بعد المليون، وعمل مسرحيات كتير جدا مع محمد صبحي. وفي مسرحية الجوكر كان بيعمل دور الفنان أسامة عباس، وحصل بعد مناقشات على اسم أسامة عباس في أفيش المسرحية. ده اللي خلى محمد صبحي يتصل بمحمود القلعاوي وبيقوم الدور في مسرحية الجوكر. وبيحكي وبيقول محمود القلعاوي إن هو قرأ السيناريو وعمل البروفات، ووقف يتفرج عليهم وهم بيشتغلوا مع المخرج جلال الشرقاوي، وكان بيقول: أنا باخد أجر 400 جنيه، وجلال الشرقاوي كبر دوري وبقى يديني 600 جنيه. الفنان محمود القلعاوي عمل إعلان واحد بس في حياته، وأصيب بقى بعد كده بأمراض الشيخوخة ووفاة المدام بتاعته مراته. قعد بعد كده ولاده اتجوزوا، بقى قاعد في البيت لوحده، بس ولاده كانوا بيروحوا يخدموه. وكان آخر ظهور ليه وهو بيعمل الواجب لما توفت أخت الفنان أحمد بدير، راح عمل واجب العزاء. ولما توفى الفنان مظهر أبو النجي راح برضو وعمل واجب العزاء، لأن هم كانوا أصدقاء. بعد كده أصيب بارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم. اشتغل الفنان محمود القلعاوي مع الفنان محمد نجم في مسرحيات كتيرة جدا، معظم مسرحيات نجم كان هو ليه دور أساسي فيها. بسبب أمراض الشيخوخة توفى الفنان محمود القلعاوي في 18 ديسمبر 2018 بعد أن تخلى عنه الوسط الفني كله.